فيلم ولاد رزق الجزء التاني بالنسبة لي هو أفضل فيلم في سلسلة ولاد رزق، لأنه جمع ما بين البادجت العالي والفكرة الحلوة، فاعمل لايك واشتراك في القناة ويلا بينا نعرف خبايا الفيلم. وبيبدأ فيلمنا بمشهد لولاد رزق وهم في ملهى ليلي أو بار، وبنلاقي إن رضا راجع عليهم بعد ما كان منفصل عنهم. المهم بنعرف إنهم في البار ده عشان ينفذوا عملية معينة، ورضا بيكون قلقان شوية لكن ربيع بيطمنه، وهم قاعدين في الأوضة في اتنين بيخشوا يضربوه، لكن رضا وربيع بيكونوا قايمين بالواجب معاهم. وبعدها رضا بياخد اخواته وبيحاولوا يهربوا من المكان، لكن المكان بيكون متقوم رجال، فرضا وربيع بيضربوا معظمهم، لكن بيكون فاضل كذا واحد كده معصلجين معاهم عشان حبكة المشهد وكده. وفي الناحية التانية بيكون رجب وعاطف محبوسين في الأسانسير، فرجب بيعرف يسلك نفسه ويخلع، وبيتبقى عاطف اللي بيتمسك، ومن هنا ولاد رزق بيهربوا. وبعدها بتيجي تقديم شخصية أول فيلم في الفيلم وهو كمال، وبيكون هو اللي بعت الرجالة عشان تجيب ولاد رزق، لكن ما بيعرفوش يمسكوا غير عاطف، وبالتبعية عاطف هو اللي بيحكي الحكاية في الجزء ده بعد ما كان رجب هو اللي بيحكيها في الجزء الأول. وطارق العريان هنا بادئ الفيلم بريتم عالي جدا، والحقيقة أنا بحب في الأفلام اللي بتبقى مكونة من سلسلة إنك تبدأ لي الجزء اللي بعده على طول بريتم عالي وبتصاعد للأحداث، ولو في شخصيات اتغيرت على الجزء اللي قبله تبدأ تحكيها لي في نص الفيلم مثلا، وده اللي عمله طارق العريان باقتدار. المهم كمال بيستجوب عاطف، ومن هنا بتبدأ الحكاية، وكمال مش بيعرف ياخد من عاطف ولا معلومة مهمة لأنه فضل يعمل عليه حوارات ويوديه يمين وشمال، لكن حكى له على حاجة مهمة وهي إن رؤوف حمزة اتفصل وراح لولاد رزق في شغل، فلما رضا بيعرف إن الشغل ده شمال بيقول إنهم بطلوا، وكالعادة ربيع هو اللي بيعترض على كلام رضا، وكلهم بيحاولوا يقنعوه إنه يوافق على عرض رؤوف حمزاوي، وبيروحوا يسمعوا منه إيه العملية، والعملية بتكون بسيطة أول مرة كبداية شغل مع رؤوف حمزاوي، وبعدها بيعملوا كذا عملية والفلوس بتجري في إيديهم. فلما رضا بيروح لبيت حنان بتعرف إنه رجع للشمال تاني، فبتقول له إنها عايزة تتطلق، لكن ساعتها بيطلع لها واحدة من لازمات. الموبوءة انت فاكرة نفسك متجوزة مدرس باليه؟ ده انا رضا. فبنروح لرؤوف حمزة وهو بيتفق مع ولاد رزق على العملية الكبيرة، وبيعرفهم إن المدخل الوحيد إنهم يروحوا الحفلة هي نانسي، لكن سبحان الله نانسي بتسيب رضا وربيع ورجب وبتروح لرمضان، هو ده بجد، وبتروح مع رمضان على بيتها، ورمضان بيحط لها حباية في الكاس بتاعها فبتنام منه. المهم ولاد رزق بيتشيكوا وبيروحوا على الحفلة عشان يدخلوا المزاد عن العقد. طب هما جابوا فلوس المزاد منين؟ أقول لك إنهم ميلوا على عباس الدين عشان يديهم فلوس مزورة. المهم ولاد رزق بيوصلوا الحفلة وبيلاقوا يسرا وأصالة وماجد المصري في حتة كده من أحلام العصر، فهم هناك بيرسموا يخططوا هيطلعوا ازاي. المهم رضا وربيع هما اللي بيدخلوا المزاد، ورجب بيكون داخل الحفلة بموتوسيكل في مشهد عبثي جدا، وكمان بيسكر ويخرب على الآخر. المهم ولاد رزق بيكسبوا المزاد وبياخدوا العقد، فرضا بيسرب العقد ويديه لربيع عقبال ما يعد الفلوس، وربيع بياخد العقد يديه لعاطف عشان يخلع بيه، لكن الفلوس المزورة بتكون اتكشفت، ورضا وربيع بيتمسكوا وبيروحوا لزعيم الليلة، وانا هسميه زعيم الليلة لان ما اتذكرش اسمه طول الفيلم. فرضا وربيع بيكسبوا معاه وقت لحد ما رجب يتصرف، وبعدها رضا وربيع بيتروق عليهم من الجردات اللي هناك، وكالعادة ربيع تخصص اسفاف بيموتني ده. المهم رضا وربيع بيعرفوا يخلصوا من الجردات، ورجب بيكون عامل نمر عنب تحت بالموتوسيكل وبيعرفوا يهربوا من المكان، لكن زعيم الليلة بيكون قاطرهم، وهنا بنشوف نقلة في الأفلام المصرية خصوصا في أكشن المطاردات، وحاجة كانت أول مرة تتنفذ بالاحترافية العالية دي في السينما المصرية، فتحية لطارق العريان الصراحة. المهم رضا وربيع بيقدروا يخلصوا عليه، ونانسي بتكون كلبشة رمضان، وبيروح لاخواته وبياخد شوية تحفيل وتريقة وبيعملوا له سونار كمان. المهم بياخدوا العقد ويروحوا لرؤوف حمزاوي، لكن بيقول لهم ان العقد ما يسواش نص ثمنه من غير الشهادة اللي كانت معاه. المهم بتدور ما بينهم خناقة على العقد والفلوس لكنها بتخلص، وبعدها بفترة بيرجع لهم رؤوف حمزاوي تاني بعملية جديدة لكن بتكون أكبر وأخطر، وهي إنهم هينصبوا على كمال، وفعلا رؤوف حمزاوي بيروح يكلموا على ولاد رزق وكمال بيوافق إنه يقابلهم، لكن ما بيكونش باسمهم الحقيقية طبعا. المهم وهما قاعدين ربيع بيكون عارف مرات كمال وبيكلمها بعد كده وبيديله البيت، وربيع طبعا بيعمل معاه الخطير. والمهم بعدها ولاد رزق بيروحوا كمال السفارة وبيتفق معاهم إن واحد بس يجي يوم التسليم، ولما بيسألوه عن مكان التسليم بيقول لهم هتعرفوا يوميها. وهنا ولاد رزق بدأوا يتوغوشوا ويقلقوا شوية من رؤوف حمزاوي، فرضا بعد تفكير كتير قرر إنهم مش هيعملوا العملية دي، لكن طبعا ربيع كالعادة اللي بيكون معارض لكنه بيقول لرضا حاضر، لكن بعد ما رضا يمشي ربيع بيتفق مع اخواته انه هيعمل العمليه دي من غير رضا، وكالعاده ربيع ما بيحرمش من الجزء الاول دايما غشيم وبيخش بدراعه. المهم ربيع بياخد اخواته من غير رضا وبيروح لعباس الجن عشان ياخدوا منه فلوس العمليه، وعباس الجن بيوافق يديهم الفلوس. المهم بنروح ليوم التسليم وربيع هو اللي بيروح بالفلوس لكمال، لكن كمال هناك بيلعب عليه وبيبدل الفلوس السليمه اللي كانت معاه بفلوس مزوره، والعمليه ما بتتمش وكمال بيخلع بالفلوس السليمه، ده طبعا بمساعده رؤوف حمزاوي واللي رضا كان اتوقع منه انه ياخده في الاول.
المهم رجب ورمضان بيكونوا مستنيين كمال في الطريق، ولما بيفتشوا العربية ما بيلاقوش الفلوس فيها فبياخدوا كمال معاهم، لكن كمال بيعرف يفك نفسه والعربية بتتقلب بيهم، فولاد رزق بيهربوا وبيسيبوا كمال. وبعدها بيروحوا لرؤوف حمزاوي اللي ما بيعرفوش ياخدوا منه اي حاجه مفيده، فكالعاده لما بتضيق بيهم بيروحوا الرضا، لان عباس الجن كان بعت لهم رجاله على عين السير، وفي نفس الوقت اتغفلوا من رؤوف حمزاوي كمان، فرضا بيقول لهم اتصرفوا مع بعضكم وما بيرضاش يساعدهم. لكن لما بيروح بيلاقي عباس الجن عنده في البيت، وبيكون اخد مراته وابنه رهينه لحد ما الفلوس ترجع، فرضا بيروح يطيح في اخواته عشان مراته وابنه اتمسك، لكن لما بيهدى بيقعدوا يفكروا هيعملوا ايه، فبيروحوا لرؤوف حمزاوي وبيقول لهم انه لما راح لكمال بيقول له ان فلوسه راحت، وبيقول له ان فلوسه هتجيله لما يعرف مين العيال دي، والكلام على اولاد رزق طبعا. فرضا بيهدد رؤوف حمزاوي عشان يرجع الفلوس، فلما ما بيلاقيش فايده مع رؤوف بياخدوا اخواته من عين السيره وبيروحوا يقعدوا في لوكاندا لحد ما يشوفوا هيعملوا ايه. المهم رؤوف بيروح لكمال عشان ياخد فلوسه، واولاد رزق بيروحوا لرؤوف، ورؤوف بيقول رضا ان الربيع كان ماشي مع مرات كمال وهو اللي بينقل اسرارهم، فبتدور خناقه ما بينهم، وفي وسط الخناقه رجب بيدي لرؤوف حمزاوي طلق، وساعتها رؤوف حمزاوي بيفقد الوعي، فرضا بياخد منه التليفون وبيتصل بكمال وبيوري له رؤوف حمزاوي وهو ميت. المهم ولاد رزق بيكونوا هكروا جهاز كمال وعرفوا الفلوس مدفونه فين، لكن لما بيوصلوا بيلاقوا كمال مستنيه، وهنا بنعرف التويستات اللي بالنسبه لي هي اعظم تويستات اتعملت في اجزاء ولاد رزق كلها، وهي انهم حاطين GPS في عاطف وهم قاتلينه من خلاله، وهم اصلا اللي خلوا كمان يمسك عاطف بمزاجهم، وكمان بيصوروه ويسجلوا له وبيساوموه على كده، وده كله فيلم هم عاملينه على كمال، وبياخدوا فلوسهم وبيفتحوا معرض عربيات والدنيا بتحلو معاهم. وبعدها بنعرف ان صقر خرج من السجن، وكمان الشربيني كان في انتظاره، ودي اللي هتبقى بدايه الجزء الثالث واللي حصل فيها اكيد شفتوه. وبكده يكون فيلمنا خلص، وبالمناسبه لو عايزين حلقه عن الجزء الثالث اكتبوا لي في الكومنتات ونخش على مراجعه الفيلم. وعايز ابدا من عند احمد عز، الكاريزما الطاغيه طبعا والسلاسه في الاداء عجبني جدا، وكمان عمرو يوسف ما كانش عاجبني خالص في الجزء الاول، اتطور جدا في الجزء الثاني، لكن اكتر اتنين قطعوني جدا في الفيلم ده هم احمد الفيشاوي ومحمد ممدوح تايسون، عملوا ادوارهم بشكل ولا اروع. وكمان الممثلين اللي ما خدوش ادوار كبيره زي اياد نصار وخالد الصاوي في دور كمال وباسم سمره قدموا برضه ادوارهم ببراعه. ومن هنا عايز ادي المخرج طارق العريان حقه، من الاجزاء اللي عجبتني جدا اخراجيا، وكمان صلاح الجهيني على التويست العالمي اللي اتعمل في الاخر ده، ودور طارق العريان في تقطيع المشاهد شغل متعوب عليه، ولمسه طارق العريان موجوده. وكمان كموسيقى تصويريه هشام نزيه عامل لنا مزيكا حلوه قوي، هي فيها من الجزء الاول وده طبيعي لان دي سلسله، لكن فيها مزيكا جديده زي المعارك والمطاردات عجبتني جدا. ونروح نجاوب على سؤال الحلقه، وهو ليه ده احلى فيلم في سلسله ولاد رزق؟ وده بالنسبه لي لسببين، لانه جمع فكره حلوه مع بادجت عالي، الفكره وهي حكايه العقد ما كانتش اتنفذت في افلام مصريه قبل كده بالاحترافيه دي، وكمان الفيلم اتصرف عليه عشان يستمر نجاحه بعد الجزء الاول اللي نجح ب 2 جنيه وربع مصروفين عليه حرفيا. لكن مع ذلك الفيلم فيه عيوب طبعا، وهو انه لا يصلح للمشاهده العائليه بسبب الالفاظ والايحاءات اللي كانت ممكن تتفادى بطريقه احسن من كده، لكن في النهايه الفيلم ناجح جدا ومعدي ال 100 مليون جنيه. وفي النهايه لو عجبتك الحلقه انزل اشترك في القناه واعمل لي لايك واكتب لي كومنت تقول لي فيه عايز فيلم ايه الحلقه الجايه، وسلام.